تعرف إنك لو مسؤول مخازن معادلة فلتر بالنسبة لك مهمة جدا وفي غاية الأهمية، وفي 5 ثواني تقدر تجيب الستوك بتاعك كله من 0 ل1000 ومن 0 ل1,000,000 في خطوتين تلاتة. مش هتحتاج إن أنت تكعبل نفسك خالص. تعال نشوف مع بعض. هنا عندي مثلا ستوك، وعايز أتأكد إن الستوك اللي عندي لو أكبر من 50 يبقى أنا كده تمام. لو أقل من 50 أو من 0 يبقى أنا كده عندي لو ستوك محتاج إن أنا أطلب من الإدارات. ولو 0 يبقى أنا أوت أوف ستوك ومحتاج إن أنا أعمل ريستوك من أول وجديد. تعال نشوف مع بعض دالة فلتر هتعمل معانا إيه هنا بالظبط. هنيجي نقول بيساوي فلتر، هعمل دبل كليك عليها وبعدين هفتحها من الاف اكس وهشوف بيقول لي ايه. بيقول لي الاري. يعني ايه الاري؟ يعني المدى بتاعي. تعال نشوف الاري هنا، واللي هي ايه الماتيريال بتاعتي. كنترول شيفت سهم لتحت عشان اجيب كله، وبعدين هعمل ايه؟ اتك اف 4 علشان اعمل فريز عليها. حلو كده، يبقى ده اري. بعدين الانكلود يعني ايه؟ يعني الارقام او العدد او الستوك او الحاجه اللي انت هتجيب بيها معلومات الارقام. وبرضه هعمل بيها ايه؟ هعمل بيها اف 4 اللي هو فريز. بعدين هقول له ايه؟ هو طالب مني ايه في الشرط هنا؟ انها لازم تكون اكبر من 50. فهتك واقول له لو سمحت اكبر من، شفت طه، 50. وهتك انتر. جاب لي كل الماتيريال اللي ايه اللي اكبر من 50. يعني كده عندي الاستوك ده كويس. طب ما تيجي نشوف الاستوك اللي عندنا. بيساوي فلتر، دبل كليك، لو سمحت هات الاري بتاعي. بيقول لي لو سمحت الاري بتاعك ايه؟ لو قلت له لو سمحت هات البرودكت نيم بتاعي ادي الاري، وهعمل اف 4 وبعدين الانكلود. تعالى بقى الانكلود نعمل ايه؟ حاجه مهمه جدا. هفتح قوس واقول له سمحت الانكلود بتاعي اللي هو الستوك بتاعي ادي الارقام اهو. كنترول شيفت سهم لتحت وبعدين هقول له اف 4 وبعدين الشرط الاولاني اللي هو ايه؟ لو اقل من او بتساوي ال50. حلو كده، وبعدين هقفل القوس. يبقى ده اول شرط. بعدين هعمل ضرب، عملية ضرب اللي هي الشرط التاني، لو اصغر من الصفر علشان ما يبقاش عندي اللي هو اوت اوف ستوك. يبقى هقول له لو سمحت هات برضو الانكلود تاني وبعدين هقول له اف 4 وبعدين هقول له لو سمحت لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى اكبر من الصفر. وهقفل القوس بتاعي واتك ايه؟ واتك اوكي. جاب لي الداتا اللي ايه؟ اللي هي اقل من 50 ولكن لا تساوي الصفر. وبعدين هقول له الاوت اوف ستوك بتساوي، اقول له فلتر وهعمل دبل كليك وهاجي هنا اف اكس الاري بتاعي اللي هي الداتا بتاعتي، وبرضه هعمل اف 4 والانكلود بتاعي وهي الستوك او الحاجة اللي موجودة او الارقام اللي موجودة، وبرضه هعمل له اف 4 ولكن هنا هكتب على طول بيساوي ايه؟ بيساوي الزيرو. وبكده يبقى انت ضمنت ان الستوك بتاعك مظبوط في 3 خطوات، محتاجتش تعمل اي حاجة. ودي معادلة فلتر، معادلة مهمة جدا وجميلة جدا، وانتظرونا في فيديوهات قادمة.